توقعا وكما كان التاريخ. وللأسف الفرقة اللي ما بتسترش، الفرقة اللي ما بتسترش، الفرقة اللي ترفض ان احنا نفضل فرحانين يومين، ان هي ترفض ان احنا نقعد شوية سعداء، الفرقة اللي بترفض النعمة، الفرقة اللي دايما فصولها صعبة. اتحدث عن نادي الزمالك. جابولي سكتة دماغية وكأن مصر ما فيهاش غير عمرو اديب، وكل الناس بعتالي يا عم قاعد تتكلم على الاهلي قاعد شمتان. والله ما شمتان، انا قلت ان قلبي يقطر دما، فطبعا قاعد عينيا دلوقتي بتقطر دما، ووداني بتقطر دما، وشعري بيقطر دما، والجرافطه الجديده بتقطر دما، كله بيقطر دما وكله كوم. واللي عمله فين تعالى واحنا نقبلك. مش عارف يعني ايه يعني ايه اعمل ايه؟ طيب انا زملكاوي، يعني اقعد ازاي اشجع الاهلي؟ يعني بتتعمل ازاي؟ يعني اقول له ايوه يا كابتن حسين يا شحات ازاي؟ يعني الزفش لو كان ينفع كنت ريحت دماغي، وريحت دماغي من الهم. والله الناس من وقت ما الماتش خلص ما بيدوروا عليا. يعني انا في ناس يعني ودي الغي الواتس بتاعي، الواتس والفيس والانستا وكل دول الغيهم عشان ما حدش يبعت لي. انما للاسف طبعا سعاده الناس يعني كان كده كاستنائي وبقصه هقصه كله. مفيش، مش مفهوم يعني شيء. انا بتكلم جد والله، شيء يضايق. يعني ايه الجدوى من التشجيع؟ يعني اي فرقه في العالم او اي دوري انت بتشجع فرقه بتطلع درجه تنزل درجه، السنه دي تاخد الدوري 3-4 سنين تبقى اوف سيزون وبعدين ترجع سيزون. انما انت اوف على طول، اوف على طول. اكيد في حاجه، اكيد في شيء علمي. ما هو انا مش هعيش حياتي يعني ابقى انا مركب دعامه يا جماعه، يعني وروح وفلوس وبتاع وبعدين ايه السبب؟ اكيد في سبب ما منطقي، يعني في سبب ما يمكن التفاهم عليه منذ ايام كابتن حلمي. عايز افهم ايه السبب، يعني حتى بالتتالي، حتى بالصدفه، حتى بقانون التعثر، انه النادي الاهلي يتعثر، ان النادي الاهلي يقع، ان النادي الاهلي لعيبته تبقى متضايقه، ان النادي الاهلي يبقى عنده اداره سيئه. يعني حتى الاهلي خد الدوري. والغريب يا ساده ان تشعر انه هذه الحياه وهذا الكون بيتحرك دائما من اجل ان الاهلي ياخد الدوري. يعني تحدث اشياء غريبه جدا ان الاهلي. الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده وقت ما كانش فيه مجلس اداره خد الدوري. يعني النادي ده لما ما كانش لاقي ياكل، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش مجلس اداره، خد الدوري. وعندما استقر النادي وزي ما قالوا لنا بقى فيه فلوس، في حاجه بتحصل غريبه بقى لها 20 سنه، اللي هو ايه؟ ازمه في نادي الزمالك، مشكله في فريق الكوره، نعيد بناء بقى فريق الكوره تاني، دايره ما بتخلصش. يعني انا بفهم الناس اللي بيبقى عندها ازمه او عندها محنه يعني مشكله بقى في فريق. النهارده مشوا نص اللعيبه، فده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان بقيه السنه احنا بنبني بقى الفريق الجديد. ما هو احنا كنا في ازمه، والازمه اثرت على فريق كوره، ومفيش لعيبه ومفيش انتقالات ومفيش فلوس وفي مؤامره، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجه. بنبني بقى فريق جديد السنه الجايه وعليكم خير. بقى لنا 20 سنه 25 سنه على الحال ده. يقول لك لا اصله كان في ازمات في النادي ودلوقتي بقينا كويسين هنبتدي نبني من اول وجديد. احنا بنبني من اول وجديد بقى لنا 25 سنه ولم ينتهي البناء.
السنة اللي شمينا نفسنا فيها كنا على الأرض. كنا على الأرض. كان الزمالك ملكي ملعلع، نفس اللعيبة اللي كانت بتلعب النهارده. أنا بقول لكم أهو والأيام بينا. أنا بقول لكم أهو والأيام بينا. نادي الزمالك بينتهي. نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا. احنا اتغلبنا عشان سيئين، وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانية 4-1. انت منتظر ايه من فرقه تلتها وهو بيلعب بيفكر هيروح الاهلي ازاي؟ الثلث الاولاني من الزمالك وهو بيلعب قدام الاهلي بيفكر هينقل ويهرب من الزمالك ويروح الاهلي ازاي، وكان باين في مشاهد. التلت التاني بيفكر هيروح فيوتشر وبيراميدز ازاي. ده التلت التاني. التلت التالت بيفكر طب وانا هقعد اعمل ايه لوحدي؟ ده انا ملياش مكان وشكلهم هيمشوني. دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة. مفيش اي حاجة جوه اللعيبة تقول لهم العبوا. ايه الفانيلا اللي كلها ترتر وخارج النجف دي؟ فين فانيلة الزمالك البيضة الابيض ابو خطين؟ فين الفانيلا؟ اتفضل يا عم. هتيجي امتى؟ جاي لك دلوقتي بس نخلص الماتش. دي روح قتالية. دي حاجة انت متوقع منها فرقة تعمل حاجة؟ ساعتنا ده انت منزل اللعيبة لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا؟ ما كانش فيه احساس. اللعيبة بتلعب ودماغها مش موجودة. اللعيبه مش قابضه. اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل. الكباري اللي بتتعمل. اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرقه تانية وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه قاعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي. انا عايز العب في فرقه بوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه. ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية. ناس نازله فيها عايزه تعمل حاجه تقدم حاجه. في قياده، في نادي، في استقرار، في فلوس، في مرتبات، في اعلانات، في دعم. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا حد بيفكر في السحر. انسوا حكايه الاتنين ارتكاز و4-3. مفيش فرقه بتلعب بخطه في مصر. انتوا بتضحكوا علينا. 4-3-2-1-5 لا هيرجع وظهيراي الوسط والاثنين لا مش عارف مين هيجي على اليمين ومين مسلوسي يعمل ايه. الماتش اللي قبليه انت دفاعك كله كان شوربه. ما بلحقش يعني انا اعرف ايه انه الفرق بيجي لها كبوه ثم هبوه. معرفش ايه هبوه دي. يعني يوم تقع ويوم تقف، انما تقع على طول دي ما نعرفهاش. خصوصا اما تكون فرقه او ما يسمى بفرقه بطولات يعني. وبعدين القضيه ان انت اما يعني تترزع 3 وبتاع وحاجات كده يبتدي المبررات والتبريرات تبقى غريبه جدا. يعني ممكن مثلا حد يقول ايه والله ما كناش كويس. يعني بيجي مثلا فرق اوف داي، انما اوف على طول مفيش اون خالص. يعني اوف 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 اوف.
بعدين انا عايز اسال سؤال. اما تعرف